في الحلقة دي هنكلمكم عن أعلى وأفضل شهادة موجودة في بنك مصر في الوقت الحالي، وأيضا الموضوع التاني اللي مرتبط بيها أعلى وأفضل حساب توفير موجود في بنك مصر في الوقت الحالي، بحيث إن أنت تاخد العائد بتاع الشهادة تحطه في أعلى حساب توفير فينزل لك فايدة على الفايدة بتاعت الشهادة. فتابعونا بقى للآخر لمعرفة جميع التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه، لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول. وناس كتير بتسال على الموضوع ده، لو انا حابب اتعامل مع بنك مصر وحابب مثلا اربط شهاده في بنك مصر، ايه هي افضل شهاده موجوده في الوقت الحالي؟ سواء بقى دورية الصرف سنوي، شهري، ربع سنوي، المهم اعلى شهادة تبقى موجودة في بنك مصر. وايضا عاوز اعلى حساب توفير وافضل حساب توفير، بحيث ان انا احط الفايدة بتاعتي اللي هي سايلة على طول في حساب التوفير واستفاد بفايدة كويسة عليه وفي اي وقت اسحب فلوسي. فخلونا بقى نبدأ معاكم بالتفاصيل، وخلونا نبدأ الاول باعلى الشهادات اللي موجودة في بنك مصر. واول شهادة هنبدأ بيها وهي اسمها شهادة ابن مصر المتناقصة او المتدرجة. الشهادة دي شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي أول سنة 27%، تاني سنة 22%، تالت سنة 17%. بتعمل متوسط 22% في السنة، ودي أعلى شهادة موجودة في السوق في الوقت الحالي ما بين كل البنوك كلها بالمثل مع البنك الأهلي، 22% متوسط في السنة. لكن الشهادة دي دورية صرف العائد ليها سنوي في نهاية كل سنة، يعني هتاخد العائد 3 مرات طوال مدة الشهادة. زي ما قلنا الناس ما كانش فارق معاها سنوي او شهري او الكلام ده، عاوزة اعلى عائد، لكن انا برضه هقول لك الشهري وهقول لك الربع سنوي، بحيث ان انت لو حابب الشهري تروح له، حابب السنوي تروح له، حابب الربع سنوي برضه تروح له. الشهادة دي طبيعتها ثابتة وبتجدد. ازاي يا عم ثابتة وهي متناقصة؟ هي سنة عن التانية بتقل، لكن في طبيعتها ثابتة. بمعنى ان اول سنة لو انت تعاقدت عليها دلوقتي هتديك 27%. لو البنك المركزي خفض الفايده والبنك خفض الفايده وخلى الشهاده دي اول سنه مثلا 25%، انت مش هتتاثر باي حاجه لانها ثابته. اول سنه هتكمل 27% مش هتتاثر باي حاجه، تاني سنه 22% مش هتتاثر باي حاجه، تالت سنه 17% مش هتتاثر باي حاجه. وبتجدد يعني بعد انتهاء مده الثلاث سنين بتجدد على نفس الشهاده بنفس التفاصيل لو موجوده على حسب العائد اللي موجود ساعتها. الحد الادنى لشراء الشهاده دي 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه، والاسترداد متاح عليها بعد مرور 6 شهور، ما بتقدرش تستردها قبل مرور 6 شهور. وايضا الاقتراض متاح عليها بنسبه تصل الى 90% من بنك مصر. طيب لو انت مش حابب العائد السنوي وعاوز افضل شهاده موجوده في بنك مصر في الوقت الحالي بعائد شهري، يبقى برضه هي شهاده ابن مصر المتناقصه، شهاده ثلاثيه، المده عليها 3 سنوات. العائد اول سنه 23%، تاني سنه 19.5%، تالت سنه 16%. بتعمل متوسط 19.5%، ودي اعلى شويه من بتاعه البنك الاهلي نص في المية كل سنه، باجمالي 1.5% في الثلاث سنين. وطبيعتها ثابته وبتجدد، ولسه قايلين برضو يعني ايه ثابته ويعني ايه بتجدد في الشهاده اللي قبلها، نفس الكلام في الشهاده دي. والحد الادنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه. وطبعا هنا دوريه الصرف شهري زي ما قلنا، بتاخد العائد كل شهر. والاسترداد على الشهاده ديت متاح بعد مرور 6 شهور، وايضا الاقتراض متاح عليها بنسبه تصل الى 90%. طيب الشهاده الثالثه لو حد برضو مهتم بيها وحد حاببها، ودي موجوده في بنك مصر فقط مش موجوده في البنك الاهلي، وهي ايضا شهاده ابن مصر المتناقصه لكن عائد ربع سنوي، تاخد العائد كل 3 شهور. ايضا شهاده ثلاثيه، المده عليها 3 سنوات. العائد على الشهاده دي اول سنه 24%، تاني سنه 20%، تالت سنه 16%. بتعمل متوسط 20% في السنه. وزي ما قلنا بتاخد العائد كل 3 شهور، وطبيعتها ثابته وبتجدد. والحد الادنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفات ال 1000 جنيه، والاسترداد متاح عليها بعد مرور 6 شهور، وايضا الاقتراض متاح عليها من بنك مصر. دي كده افضل الشهادات في بنك مصر في الوقت الحالي لو انت حابب تتعامل مع بنك مصر وتربط الشهاده سواء سنوي او شهري او ربع سنوي. طيب نخش بقى على الحساب. عاوز افضل حساب بحيث ان انا لو ربطت الشهاده العائد بتاع الشهاده ينزل لي على اعلى حساب باعلى فايده.
وهو الحساب اللي موجود في الوقت الحالي وبرشحه لك افضل حساب واعلى حساب في بنك مصر، وهو حساب سوبر كاش. لكن حساب سوبر كاش توفير اللي بيدي الفايده شهريه، مش اللي بيدي الفايده يوميه. اللي بيدي الفايده يوميه كان متفوق لفتره كبيره ومن فتره قصيره، لكن بعد تخفيض الفايده عليه اكتر من مره ما بقاش افضل حاجه. اللي افضل منه دلوقتي حساب سوبر كاش توفير. طيب الحساب ده الحد الادنى لفتحه 100,000 جنيه، وايضا الحد الادنى لاحتساب العائد عليه هو 100,000 جنيه، ولو قل عن 100,000 جنيه مش هيحسب لحضرتك فايده. والحساب ده دوريه الصرف اللي فيه شهري، بتاخد العائد في نهايه كل شهر، والفايده بتتحسب على اساس شهري وعلى اقل رصيد مدين. بمعنى ان لازم الفلوس بتاعتك تكون يوم واحد في الحساب او قبل يوم واحد وتكمل الشهر كله، سواء بقى الشهر ده 28 29 30 31 لازم تكمل الشهر كله. لو نفترض ان انت حطيت 200,000 جنيه في الحساب ده وجيت في نص الشهر مثلا سحبت 100,000 جنيه، يبقى الفايده هتتحسب لك على 100,000 جنيه مش على ال 200,000 جنيه. ودي تفسير عباره على اقل رصيد مدين كمل الشهر، اقل رصيد مدين انت مدين بيه البنك. الحساب ده مقسم لشرايح، واول شريحه من 100,000 الاقل من 500,000 14.75%. خلي بالك الشريحه دي دلوقتي في سوبر كاش جاري 11.75%، فطبعا دي افضل بتقريبا 3%. فعشان كده رشحنا حساب سوبر كاش توفير عن سوبر كاش جاري. طبعا احنا كنا عاملين حلقه للاثنين ومقارنين ما بينهم وقايلين الافضل وموضحين كل التفاصيل ما بينهم، الحلقه اللي قدام حضرتك دي. تاني شريحه من 500,000 الاقل من 2 مليون العائد عليها 17.75%. تالت شريحه من 2 مليون الى اقل من 5 مليون 18.4%. تالت شريحه من 5 مليون الى اقل من 10 مليون 18.75%. الشريحه قبل الاخيره من 10 مليون الى اقل من 30 مليون 19%. واخر شريحه من 30 مليون واكتر من 30 مليون 19.4%. فدي كده اعلى وافضل شهادات موجوده في بنك مصر، وافضل حساب ايضا موجود في بنك مصر. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى طبعا يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم، استفدتوا منها واستفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش لايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.